جبال الشوبك من العقبة وتبوك واسحبها لحد جبال طوباس ونابلس ولحد الجيش الأردني كان موجود في الحولة على حدود لبنان في 48 على حدود لبنان في الناصرة وحيفا الجيش الأردني مئات استشهدوا مئات دافعوا في معركة باب الواد معركة القسطل احنا بدنا حدا يعرفنا كيف نتعرف مع الأردنيين تطلع منها إسرائيل واحنا بألف خير. احنا نتقاسم زي المهاجرين والانصار وكانوا فعلا لذلك وعلينا ان نجلس في الاستوديو في 2017 ونقول شكرا للاردن كانوا مهاجرين وانصار هاجرنا فملكونا بيوتهم واموالهم وسياراتهم ودورهم وصرنا وزراء وصرنا ضباط وصرنا مسؤولين وصرنا اغنياء وهذا كلمه حق. قالوا عن الاردن الدوله الرجعيه المتخلفه وكانت الدول الاخرى تقول احنا الاشتراكيه كحلونا وجابونا في حوضنا. الرجعيه العربيه ملكتنا وسوتنا وزراء. في مثقف يطلع يقول الحقيقه روح على قرايبك في الاردن ديوان الخليل وشوف شو فيه. اهل عز وكرم وبيتها ويقولوا اللي بدهم اياه ما احنا ما بنذبذب لحدا ولما تغلط الاردن بنقول غلطت ولما بيغلط الرئيس ابو مازن بنقول غلط. مش بدكم منافقين ولا بدكم صحافه. الاردن ما غلطت معنا. الاردن عملوا زي المهاجرين والانصار وشكرا للاردن وشكرا للملك وشكرا لابوه. والباقيين سمعونا كلام لما عملوا لنا البحر مكاثي وفي اول محك عملي ما عملوا شيء. اعد لك اياهم من ايام القذافي شو كان يقول قذافي في 82 لما طلعنا في 82 طلعوا في السفن شبابنا قالوا روحوا انتحروا احسن لكم. قذافي قال لنا الاشتراكيه العظمى قال روحوا انتحروا. الملك حسين الله يرحمه قال لا تنتحروا تعالوا عندي. قال لجورج حبش تفضل على الأردن اللي جورج حبش كان يدعو إلى تدمير النظام الأردني. قال له تفضلوا وعالجوا في المستشفيات الأردنية. هيك الرجعيات العربية وانتم اشتراكية عظمى؟ لا والله الأردن عظمى وانتم الرجعيات.